ما اقدرش اقول غير كده. هتكلم بس كده بقى في موضوع سافيو عشان ننهي الحوار. سافيو، الناس اللي اتفرجت على ماتش القطن وبعدين ماتش المقاولون هتعرف ان سافيو تقريبا دخل في خلاف مع كولر او مجلس اداره النادي الاهلي. سافيو اول ما بيخش القايمه بينزل صوره لا عاده على الانستجرام او صوره عاديه جدا، بينزلها حال على الانستجرام اللي هو موجود في قائمة الأهلي لمباراة مثلا القطن الكاميروني أو مباراة المقاولون، وده حصل في مباراة المقاولون ومباراة القطن الكاميروني. طب إيه اللي حصل؟ تقريبا في خلاف ما بينه وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي أو ما بينه وما بين كولر قبل كاس العالم، عشان كده كولر استبعده من قائمه كاس العالم. طبعا كان في معترض قوي جدا طالع من النادي الاهلي بتقول ان ده اصابه ومش خلاف ما بينه وما بين حد، فقلنا ماشي لما يرجع هيلعب. لكن تلاحظ المباراتين اللي فاتوا لما كولر قرر اللي هو يضم برونو سافيو ما بيلعبش وبينزل مكانه لعيبه صغيره في السن زي مثلا رأفت خليل، وكمان بينزل مكانه محمد اشرف او احمد نبيل كوكا.